هي واش الدراري بخير كلشي مزيان. المهم بغيت نقول لكم مبروك علينا الثالثه، واخا ما وفي نفس الوقت كاين واش 98 واحد اللي ما مابونيش. تابوناو الخوت، ابوناو. ما تنساوش لنا اللايك السبسكرايب شي كومونتير يكون زوين. ونمشيو كاملين نشوفوا العراقيين تطلع اللي داروا البسترين. ليتس جو، يلا نمشيو كامل. عمي خلف الله على منتخبنا، الحمد لله والشكر. 3-0 بس. اخواننا المصريين ماكلين 6. ليش هيك 4 بالشوط الثاني؟ يا مصر لو مخليهم يسووها 3-0 بالشوط الاول كان ما قولوا لنا بثلاثه. سفيان رحيمي الله لا يرحمه، ايش سويت بيهم؟ ما خليت منتخب ما قولت عليه. ايش بيكم لعد؟ ايش بيكم ما تاهلتوا على اسبانيا؟ والله حرامات. يا خساره. محمد النني ياكل 10 من بايرن ميونخ، 6 من المغرب، 20 من السيتي. يا لهوي، الله يخرب بيت اسبانيا وسنينها السوداء. الله يخرب بيت فرنسا ايه ده اخويا؟ شفت اللي حصل لي؟ يا حبيب اخوك خروج مشرف برضك. تعال تعيطش عشان انا هعيط، ما عشان تعال تعال اقعد جنبي اهو، اقعد جنبي، احنا ملناش غير بعض في الغربه. تعال بدنا نجيب كرواسون دلوقتي ونقعد نوزع. اجيب لك باتون في البيتيه، باتون ساليه. اجيب لك تسيب لاخوك الميداليه؟ ما تسيب لاخوك الميداليه؟ ها؟ اسيب لاخويا انت ما يا شوف احنا محسن، احنا عندنا مفاتيح كتير مش لاقيين حاجه نعلقها فيها، فمعلش احنا هنعلق المفاتيح في هبديها لك لف، هبديها لك لف. طب ما انا ممكن اخد انا الميداليه واديها لك انت لف؟ ماشي ايا كان اللي هياخد مني فينا الميداليه، المهم انها مش هتخرج برانا. ماشي، ضمننا برونزيه. هما كلمتين، دي مش نتيجة مباراة، دي نتيجة تخطيط سنين، تخطيط شغل حصاد. انا مستني الفشل اللي هيطلعوا يقولوا ويتكلموا ويترمخوا على الفضيحة اللي حصلت دي ويقولوا لك خروج مشرف زي ما قالوا على منتخب اليد امبارح، لان هو ده الحال وده بقى طبع عند كل المصريين. على فكرة انت بتصبر نفسك، انما انت عمرك ما هتحقق حاجة على المستوى الرياضي تحديدا بسبب الاشخاص الفاسدة والمنظومات الفاسدة اللي موجودة من اول قطاع الناشئين اللي بتطلب من اللعيبة مبالغ طائلة علشان بس تلعب، لحد الدوري الفاشل بتاعنا اللي لسه بيتلعب لحد دلوقتي، والدوريات الموسم الجديد هتبدا الاسبوع الجاي. شفتوا فرق المستوى النهارده؟ هم بيلعبوا زينا كل 3 ايام على فكره في نفس البطوله. ايه يعني لعبت انت 60 دقيقه زياده عليهم في الوقت الاضافي بتاع الماتشين اللي فاتوا؟ ده مبرر ان انت تخسر بالنتيجه دي؟ ده مبرر ان انت تظهر بالشكل المخزي ده؟ اقسم بالله كرهتونا في الكره المصريه اكتر ما احنا كارهينها. والف مبروك للمنتخب المغربي حصوله على اول ميداليه برونزيه في التاريخ. 5 ليه؟ خايفين من العين؟ ايه ده يا اخوانا؟ والله العظيم فضيحه، فضحونا. بالله عليكم كفايه خلاص والنبي. انا ما عادش ليا دعوه بالكوره، انا بعد كده اصور فلوجات واعيش وماليش دعوه بالكوره. المغرب طلعتنا بفضيحه. لو واحد كاتب لي في التعليقات لما كانت 4 اقول لي 2 ليكوا و2 للجيران. احنا مالنا ومال الجيران يا عم؟ روحوا كلوا الجيران 5 6 يا عم، خلونا في حالنا يا عم. يعني اكسبوا خدوا برونزيه، بس 5 ليه؟ 5 عشان العين ولسه الماتش ما خلصش. ده انا صورت الجون الرابع لسه راح انزل الفيديو لقيت بقوا 5. 5 يعني ما حدش بقى يجي يقول له قول ما شاء الله ما شاء الله انتوا خليتوا فيها ما شاء الله، ده انتوا كاسبيننا 5، ده انتوا حاطين في عيننا 5. يا عم حرام عليكم يا عم، يا عم خاوه قبل الماتش وبتضحكوا علينا بقالكم يومين. خاوه واذا مصر كسبت مش مشكله، واذا المغرب كسبت مش مشكله، وتيجوا تكسبونا 5. طب خدوا البرونزيه بواحد. 1-0 مش هتقول لا 2 يا عم، 3-0 اما 5. الله اكبر. لا لا لا، بعد كده اصور فلوجات بس، ما عادش ليا دعوه انا بالكوره، مش متابع كوره تاني خلاص، شكرا مع السلامه. فضيحة يا جدعان لمنتخب مصر بسداسية منتخب المغرب اللي تحت ال 23 سنة على منتخب مصر. ايه النتيجة الكبيرة دي؟ وفضيحة بجد لمنتخب مصر. انا كل مرة بطلع اقول ان لعيبة منتخب مصر تحت ال 23 سنة رجالة وعندهم روح. النهاردة انتوا ما شفتوش الرجولة ولا شفتوا الروح النهاردة يا جدعان. بجد مفيش النهارده اداء حرفيا. منتخب مصر من اول هدف لمنتخب المغرب وهو اصلا حرفيا مستسلم جدا يا جدعان. يعني انا مش فاهم ايه النتيجه للتاريخ بجد. يعني الاسود النهارده يتشرفوا بيه بالفوز النهارده على الفراعنه. يعني انا مصدوم يعني بالنتيجه دي يا جدعان. بطوله هايله صراحه من منتخب المغرب، وهي اصلا بتستحق الفوز. يعني سفيان رحيمي عامل بطوله كبيره هو اشرف حكيمي يا جدعان. وانا مش عارف يا جدعان محمد طارق لاعب منتخب مصر ازاي لحد الان بيلعب كوره. انا مش فاهم. وازاي ده اصلا كان من ناشئين نادي الزمالك يا جدعان. محمد طارق اعتقد كل هدف هو السبب فيه يا جدعان. محمد طارق ما جاش المباراه اصلا حرفيا، كل هدف اعتقد هو السبب فيه.
ايه ده يا جدعان؟ ده 6-0. انتوا يا جدع نسيتونا الاداء اللي انتوا عملتوه في ماتش اسبانيا وفي ماتش فرنسا. ده فرنسا ما عملتهاش يا جدع، فرنسا ما عرفتش تعملها. بس على العموم العيب مش عليكم، العيب على اتحاد الكوره الفاشل، حرفيا فاشل بمعنى الكلمه. يعني احنا مش عارفين نجيب صلاح، مش عارفين نجيب تريزيجيه، مش عارفين نجيب مصطفى محمد، مش عارفين ينظموا اي حاجه. حرفيا اللعيبه خلاص تعبت، يعني اللعيبه جابت اخرها. اللعيبه حرفيا في الملعب مش قادره تدوس على الارض. ألف مبروك. 6-0. نص درزن 6. 1 2 3 4 5 6. واحد يتعب من يحسبن. ألف مبروك 6-0 على اخواتنا المصريين. احنا كلنا عرب. مبروك 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 على وزن 6. مبروك مبروك 6-0 للمغرب. اداء ونتيجه اليوم فرحتونا اكثر، وعلى البطوله فرحتونا اكثر واكثر واكثر. ما شاء الله عليكم. ثبتوا بانه انتم اسود اطلس، ثبتوا بانه انتم كرة القدم عطاء تعطيك. واليوم كنتوا ابطال واسود بمعنى الكلمه. اسف اخواننا المصريين، كنتوا لا فراعنه ولا شيء. ما اعرف شنو موضوعكم. الفراعنه كنتوا نايمين ناعسين، ما ادري شو دايرين مثلي ناعسين كنتوا، ما ادري يمكن صحيتهم. الف مبروك المغرب. ديما مغرب والله وطن والملك. ربي يحفظكم المغرب. ايه يا معلم ده؟ ايه الستة دول؟ المغرب ايديها تقيلة قوي الصراحة. ايه يا جدعان ده نهاية الفشل الإداري في مصر. ونهاية السنة اللي فيها عك من أولها لآخرها، ونهاية الفشل الإداري لاتحاد الكورة وكل حاجة. مع إن العيال اللعيبة الصغيرة اللي موجودة في المنتخب ما تستاهلش كده. يعني الحقيقة يعني ما يستاهلوش كده. والحقيقة ان الستة دي المفروض تفوق شوية، بس احنا مش هنفوق. العادي بتاعنا يعني احنا لا هنفوق ولا هنعمل اي حاجة. 6-0 نتيجة تقيلة وقاسية على الشباب الصغير. نتيجة عادلة جدا للعك الاداري اللي عندنا. بيقول لك الاندية رفضت تأجل كاس مصر. احنا مش عارفين نخلص الدوري يا جماعة. ماشي، انت عايز تكمل كاس مصر، انت مش عارف تخلص الدوري، والدوريات الاوروبية هتبدأ كمان كام يوم. انت ما عملتش سوق انتقالات، ما عملتش معسكر تحضيري، ما عملتش بري سيزون، ما عملتش اي حاجه، بس انت عايز تاخد كل حاجه. اخر حاجه اخواتي المغاربه اللي عندي في الجروب فاشخين، قصدي اللي عندي في الاكونت فاشخين الدنيا كومنتات. انا نص كلامكم مش فاهمه للاسف، فالحمد لله اكيد انتوا بتشتموا او بتعملوا حاجه انا مش فاهمها قوي يعني. مبروك للمغرب. انا قلت المغرب اقوى فريق في البطوله ويستحق، وكان يستحق ان هو ينافس على الذهبيه. الحقيقه سفيان رحيمي افضل لاعب في البطوله بكل حياديه، افضل لاعب في البطوله. انا ما اعرفش اللعيب ده ما بيلعبش في اوروبا ليه. هارد لك لشبابنا، هارد لك للمنتخب مصر الصغير، الشباب الصغير، مش نهايه العالم. الفشل اللي في الاولمبياد ده كله كلنا عارفين نتيجه ايه. مبروك لمنتخب المغرب، وهارد لك لمنتخب مصر ومنتخبنا وللشباب. مبروك للاداء العالمي لسفيان رحيمي اللي كان نفسي واتمنى انه يلعب في النادي الاهلي. مسا انتصار منتخب المغربي بنتيجة 6-0 قدام الأشقاء منتخب مصر. هاي فضيحة كروية، ورسميا منتخب المغربي أسود الأطلس بتوجوا في أولمبياد باريس في مركز الثالث لأول مرة في تاريخنا عرب. أسود الأطلس فعلوها. ألف مبروك وبتستاهلوا، وكنتوا بتستاهلوا أكثر من هيك، وكان بدكم تحققوا أولمبياد باريس، ولكن للأسف أخذتوا مركز ثالث، ولكن كمان رفعتوا راسنا. والله بتستاهلوا يا أسود الأطلس، لأني أنتوا عملتوا في هذه البطولة مثل ما عملتوا بكأس العالم ب 22. بكل التوفيق والسلام عليكم. السلام عليكم الاخوان، رجعت لكم عاوتاني من جديد. هارد لاك للمنتخب المصري، هارد لاك. تبارك الله عليكم، درتو ماتش زوين، ولكن تبارك الله على الدراري ديالنا. حنا كما عارفين كاملين راح التورا واخا هكاك ما فرحانيش، تالتين وما فرحانيش، مبغيناش نفرحو، بغينا شي حاجه اكثر. المهم المره الجايه ان شاء الله نتلاقاو عاوتاني في النهائي، ما كرهناش كون تلاقينا في النهائي. يلا اخوان، نتمنى يكون فيديوهاتنا من الاعجاب ديالكم. ما تنساوش لايك، سبسكرايب، كومنتير، ويلا تهلاو.